ما فد يوم طلعت بالتواصل الاجتماعي مع عراقيين مغتربين اذا ما يحنون. البارحه كنت احكي ويا دريد، طبعا دريد من الطائفه المسيحيه، طبعا تحياتنا لهم، يجننون، هم فاكهه العراق. نعم. المسيحيين هم فاكهه العراق، مسالمين، فاي يخبرون هم يعني ورود. دا يسولف لي يقول لي دريد احنا كنا قاعدين بالكراده مريم وهستوهم دا يبنون جسر السنك. اوكي، فيسولف لي قصه، قال هسه وبعد اني احن لهاي المنطقه، احن المناطقنا شوارعنا. اليهود من سنه 48 نعم. طلعوا. فخلي اكمل لك القصه مالته. يقول هستوهم دا يبنون جسر السنك، يقول انا عمري 10 سنين صعدت ثاني دنقه بعد ماكو السياج الاخضر. يقول فجونا الكلاب من هنا والكوريين من هنا، وانا ظليت حاير وين اروح، شيت بالمي. تمام. يقول انا اول واحد شيدت من جسر السنك. اوكي، فتحياتنا لك يا دريد. يمكن عايش باستراليا، يعني الباحه يلا اقول لك فاكو وايد ناس رفعوا راسنا برا العراق. لليهود يعني من دا يحجون عن العراق، يعني دا يحجون بحرقه. اي يحنون، بس هو دائما الشاب انه يروح يلقي مستقبله، لكن يبقى البلد يعني بلد الحنين الى البلد موجود. عندي مثل بسيط يعني من اقارب معروفين، هو خبير اتصالات يعني نابغه فشي يعني يستحق يطلع برا ويشوف نفسه. هذا من سافر جماعتنا يعني بالضبط دزوا لها شلون حسبك هديه. سنتين بانجلترا.